6 طبقات بس. 6 طبقات بس، هو ده اللي من وجهة نظري ممكن يكون بداية الحل، وده عشان كده عملته في الانديكيتور الجديد جروس اكس استراتيجي انالايزر اللي بيعتمد على 6 لايرز. هنكون بنناقش ال6 لايرز دول مع بعض النهارده عشان نفهم الفرق ما بين كل واحد فيهم والتاني، وازاي نكون بنستخدمهم وليه هم كلهم مع بعض مهمين. انا اول ما جيت اتعلم التريدنج، انا في البدايه بصراحه ما كنتش ناوي اتعلم اصلا. انا اللي حصل ان انا بالصدفه حملت احد البروكرز، فزي اي حد دخلت في الفيوتشرز الرفعه الماليه وهكذا، قعدت العب شويه، كنت بعمل 100% 200%، لحد ما في يوم جيت قررت ان انا عايزه اكون بدخل بفلوس اكتر. واللي حصل في اليوم ده ان انا اتلكوت. بعدها ابتديت اتعلم. فلما جيت اتعلم بقيت كل شويه بكتشف حاجه جديده، بكتشف مؤشر جديد، مره الار اس اي، مره الاي ام اي، مره الماك دي، وكل شويه كنت بستخدم واحد منهم لوحده. سبيشالي كنت بدور على المؤشرات اللي فيها كلمه باي وسيل، لان بالنسبه لي دي كانت بتديني نوع من انواع الطمانينه، ان هو لا ده كده تمام، ده مؤشر مديني كلمه اشتري وكلمه بيع، فده كان بيريحني نفسيا حتى لو انا مش فاهمه المؤشر ده مبني على ايه. فكانت النتيجه ان كل مؤشر بيقول حاجه مختلفه، وكانت النتيجه ان في الاخر ان باخد قرارات عاطفيه، مفيش قرار منطقي، لان شويه بكسب وشويه بخسر وانا في الاخر مش فاهمه القرار هو مبني على ايه. وكانت النتيجه دايما يعني احسن يوم في حياتي مثلا اللي هو لو يا دوبك خرجت الصفقات الكسبانه قد الصفقات الخسرانه، لان الموضوع كله كان ايموشنال، الموضوع كله كان عاطفي. فبالتالي انا ما كانش لسه عندي نوع من انواع الطمأنينة ناحية التريدنج، وكنت كل ده لسه شايفة ان التريدنج قمار. لحد ما جيت في يوم قررت لا، انا هبتدي ادور على الجانب العلمي للموضوع. انا درست علوم، كنت قسم كيمياء فيزياء، وطول عمري بفكر بالعقليه العلميه. فقلت انا هدور على الساينتستس اللي اتكلموا عن الموضوع ده، او على الاقل الناس اللي بتفهم يعني. فلقيت جيم سيمون. جيم سيمون هو كان عنده هيدج فاند اوريدي في وول ستريت، وكان عمل بليونز اوف دولارز من التريدنج، وكانت كل الناس اللي شغاله معاه هم بالفعل ماثماتيشنز. فابتديت اقتنع شويه، ولكن للاسف جيم سيمون ما كانش عنده اي نوع من انواع الكتب او المراجع اللي نقدر نكون بنرجعها ليه. ابتديت ادور على حاجات تانية، قريت اكتر من 30 كتاب. من اكتر الكتب طبعا اللي حبيتها كان سيكيورتي اناليسيز بتاع بنيامين جراهام، وليه كتاب تاني عظيم جدا اللي هو ذا انتليجنت انفستور. ولكن كل ده ما كانش كفايه، كل ده ما كانش لسه عندي السيستم، كل ده كنت شغاله بالحب يعني لما الاقي مؤشر يعجبني اقوم داخله بيه. لحد ما اعرفش سبحان الله بعد ما قريت 30 كتاب تقريبا واخدت كورسز كتيره جدا، والكورسز والكتب دي هي اللي انا بلخصها دلوقتي في المنهج العلمي الموجود في الاكسلريتور بتاع جروس اكس. الاكسلريتور بتاع جروس اكس هو مش مبني بس على 30 كتاب ومرجع والكلام ده كله، لا كمان هو مبني على سيستم الجي جي اي، السيستم بتاع الكونسيستنسي او الاستمراريه، لان دي احد الحاجات برضو اللي انا كنت شايفه ان فيها مشكله. فانا جيت في يوم قررت ان انا افكر في الموضوع بناحيه فيزيائيه شويه. احنا لما بنيجي نحلل اي حاجه المفروض نكون بنبص عليها من كذا جانب، فده اللي انا ابتديت افكر فيه، نبص عليها من كذا جانب. يبقى احنا محتاجين في الحقيقه لازم دايما اي استراتيجي يبقى فيها على الاقل 4 بيلرز: الترند، المومنتم، الفوليوم، الفولاتيليتي. ولازم كمان تبقى المؤشرات دي مش بس معتمده على الضخ العادي للفلوس اللي موجود في الماركت، ولكن الضخ اللي جاي من المؤسسات، لان احنا دايما عندنا دومينانس، عندنا 2 بيتداولوا في الماركت، عندنا افراد وعندنا مؤسسات. فلازم نكون بندور على المؤشر اللي بيوريني القوه الحقيقيه. هدف انديكيتور الترند ان هو بيوريني اتجاه الترند، اما صاعد اما هابط. هدف الانديكيتور بتاع المومنتم ان هو بيوريني السايكل، احنا فين في السايكل، هل احنا تحت عند الصفر ولا هل احنا فوق عند ال100، عشان نعرف هل احنا في مرحله تشبع شرائي او تشبع بيع ولا احنا لسه في النص. الهدف بتاع مؤشر الفوليوم ان هو يوريني مين القوه المسيطره دلوقتي، مين اللي معاه الدوميننت، اوكي، مين اللي معاه الدوميننس، مين اللي مسيطر، هل هي الافراد ولا هل هي المؤسسات. الفولاتيليتي انا بستخدمها استخدام مختلف خالص، وهي ان انا بحسب بيها اصلا التيك بروفيت والستوب لوس بتاعي، واعتقد ان ده اعظم استخدام للفولاتيليتي. فانا عشان كده في السيستم بتاع جروس اكس لازم يبقى دايما في 4 حاجات ببص عليها: المؤسسات، الاتجاه، المساحه، تدفق المال. لازم ال4 اسئله دي دايما نكون بنبص عليها، واي حاجه هنزودها بعد كده هي بتبقى على حسب الاستراتيجي وعلى حسب الحاجات اللي احنا عايزين نكون بنزودها في السيستم. ولكن هم لازم 4 بيلرز. انا بشوف ان دايما قرار ناقص او بيلر واحده او حاجه واحده من التشيك ليست مش موجوده ممكن تكون بتؤدي الخسائر كامله، وحتى لو كسبت هي بتبقى كسب بالحظ. يعني لو انت مثلا ليتس سي انت سايق عربيه والمفروض تكون باصص على 4 مرايات، اوكي، مش 4 مرايات، المرايه اللي قدام ومرايه 3 مرايات او ال3 جوانب اللي ورا، يعني يمين قدام شمال ورا، اوكي.
فانت لو مش شايف الاربع جوانب دول، فانت ده هتكون اوريدي لو ما عملتش حادثه، ده ربنا ده بيحبك، اوكي. لكن ده مش معناه ان انت يعني خلاص مكسر الدنيا، لا، انت معناه ان انت كسبت بالحظ، اوكي، او ما عملتش حادثه بالحظ. فعشان كده في المؤشر اللي انا عملته النهارده هو اوريدي مبني على الستة لايرز دول. خلينا نكون بنبتدي بالترند، المومنتم، الفوليوم، الفولاتيليتي، اوكي، زي ما قلنا. وكمان في جزء مهم خاص بالسمارت ماني. انا دايما كنت بقول ان انا بدل ما انا بستخدم ال L3 الار اس اي مثلا، فانا بستخدم ال L3 جيميناي، بدل ما بستخدم مثلا الفوليوم العادي او الحاجات العاديه بتاعه الفوليوم، لا، انا بستخدم الفوليوم اللي مبني على السمارت ماني زي اللوكن والام سي دي اكس والكلام ده كله. فالمؤشر ده مبني على السكس لايرز دول، مبني على الترند، المومنتم، الفوليوم، الفولاتيليتي، السمارت ماني، وكل الجوانب بتاعته مبنيه على الضخ الحقيقي للفلوس اللي جاي من المؤسسات مش من الافراد، عشان تبقى الرؤيه حقيقيه. كل ما الانسان بيشوف داتا اكتر، كل ما بيقدر يفهم اكتر، كل ما يبقى عندك معلومات اكتر، كل ما تبقى انت شخص قوي اكتر. فبالتالي عشان كده احنا لازم يكون عندنا اكبر معلومات قبل ما نكون بندخل اي تريد، اوكي. فاحنا اول حاجه بندور عليها هي الجولدن كروس، تاني حاجه بندور عليها هي اللوكن او السمارت ماني، تالت حاجه هي بندور عليها هي المومنتم واللي بنشوفه من ال L3 جيميناي. كمان بنبص على الاوردر بلوك اللي بيورينا تجمع الاوردرات، وسبيشالي الاوردرات اللي جايه من السمارت ماني. كمان بناخد كونفirmation من المالتي تايم فريم، لازم نشوف هل في تاكيد من اكتر من تايم فريم ولا لا. وانا في المؤشر ده انا عامله لك اوريدي تاكيد من 3 تايم فريمز، فانت بتاخد تاكيد من 3 تايم فريمز مش من 1 ولا 2. كمان بنشوف ايه المساحه، هل في مساحه اصلا عشان نكون بنتحرك ولا لا، يعني هل في مساحه ان احنا ندخل الصفقه عشان نكسب ولا لا. وده مبني على الاي تي ار. اول حاجه بنبص عليها وهي الجولدن كروس بتاعه الاي ام اي 50 و100، مش اي اي ام اي. هتقولي اشمعنى مثلا 50 و100؟ ليه مثلا مش الاي ام اي 721 ولا 2050 ولا ايا كان؟ هقول لك لان ده ال50 وال100 هي اللي بتبقى الجولدن كروس حقيقيه. مستحيل السعر هيطلع فوق الجولدن كروس او هيحصل جولدن كروس ما بين ال50 وال100 ومش هيبقى فيه ضخ من المؤسسات. اتحدى ده. لازم دايما هيبقى فيه مثلا فوليوم على اللوكن، وهيبقى ال L3 جيميناي تمام از لونج از ان احنا عملنا جولدن كروس بين ال50 وال100. لكن ال7 وال21 وال9 وال20 والكلام ده كله ما بيبقاش ترند حقيقي، ممكن يبقى ترند قصير، لكن احنا بندور على الحاجه اللي تكون مضمونه بنسبه 100%. تاني حاجة وهي اللوكن. أنا أعتقد أن اللوكن من أقوى المؤشرات اللي شفتها في حياتي. اللوكن مبني على كذا حاجة، ولكن هو الأساس بتاعه هو السمارت ماني، إن هو بيورينا اوريدي الهوت ماني والدوميننس اللي جاي من المؤسسات والشاركس بتوع الماركت. وأعتقد دي أقوى حاجة عشان نكون بنقيس بيها الفوليوم، وبيقدر يكون بيورينا القوة بتاعة الفوليوم سواء كانت قوة شرائية أو قوة بيعية. فده برضو من أحد الحاجات اللي موجودة في المؤشر ده. اما ثالث حاجه وهو ال L3 جيميناي. ال L3 جيميناي اعتقد هو اقوى بديل لل RSI. انا بالنسبه لي ال RSI مؤشر كان مناسب للعصور القديمه، ولكن مش مناسب ل 2026 في ظل التكنولوجي والتطور والمتغيرات الكتيره اللي موجوده في الماركت. عشان كده اعتقد ان ال L3 جيميناي هو البديل للعصر الحالي، لان هو بيورينا المومنتم ولكن بيزد اون برضو الجانب الاقوى من الماركت وهو الجانب من المؤسسات. وده برضو ثالث لاير موجوده في المؤشر اللي انا عملته ونزلته النهارده. رابع لاير موجوده في المؤشر برضو اللي انا عاملاها هي اللاير بتاعه الاوردر بلوك، المناطق بتاعه تجمعات الاوردرات بتاعه المؤسسات. اعتقد ان دي من اقوى المؤشرات. ده الاقوى حد عمل مؤشر في الحته دي كانت لوكس الجو. الاوردر بلوك بتاع لوكس الجو على تريدنج فيو من اقوى المؤشرات اللي انا شفتها في حياتي اللي بتقيس الحاجه دي. عشان كده اوريدي ده رابع لاير موجوده عندنا في المؤشر اللي احنا عاملينه النهارده، واوريدي مبنيه على نفس الكونسبت اللي هو مبني عليها بتاع لوكس الجو. اما خامس لاير وهي المالتي تايم فريم كونفirmation، ان احنا لازم يكون عندنا تاكيد من اكتر من اتجاه. ليه؟ علشان يبقى فيه تاكيد ان الترند ده مسمع في اكتر من تايم فريم، مش موجود بس على تايم فريم واحد. لان هو لو موجود على تايم فريم واحد ومش مسمع في الفريمات الاعلى، فده معناها ان الترند ده مش قوي قوي، فممكن ما تبقاش فرصه قويه قوي. خلي بالنا ان احنا لو انت حد اصلا ما عندوش اكسبيرينس في التريدنج، فانت لازم تكون بتحسب حساب الصفقه 1,000,000% قبل ما تدخل، اوكي. يعني لو حد عنده اكسبيرينس هيعرف يكون بيأدابت مع الموضوع، هيعرف يكون بيتحرك مع المتغيرات بتاعه الماركت. لكن لو انت ما عندكش اوريدي الاكسبيرينس دي او الخبره دي، فانت هيبقى صعب جدا بالنسبه لك لو انت دخلت صفقه مثلا هي مش مضمونه بنسبه 1,000,000%. اخر حاجه عندنا هي الروم تو موف، المساحه ان انت تكون بتتحرك. المساحه اللي انت تكون بتتحرك يعني زي ما احنا شايفين، انت مثلا لو داخل صفقه خلاص نهايه الحركه بتاعتها قربت، فانت هتخبط في حيطه، اوكي. اما ان انت يكون عندك مساحه كافيه، ده معناه ان انت لسه عندك مساحه ان انت تكون بتدخل وان شاء الله تاخد بروفيتس في الصفقه دي. وده اخر لاير موجوده عندنا في المؤشر.
المؤشر موجود دلوقتي على الصفحة بتاعتي وبتاعت جروس اكس على تريدنج فيو. هي موجودة اوريدي، حتى لو مش عارف توصل لها هتلاقيها اوريدي موجودة على الموقع بتاعنا grossex.co. هتلاقي اوريدي في الخانة بتاعت الشات بوت بتاع رانيا اس 2 هتلاقي اوريدي الجزء بتاع مؤشراتنا على تريدنج فيو، هتقدر توصل لها بسهولة. الانتري الكويسة هي ان يكون على الاقل 4 من 6 تمام، يعني 4 من ال6 لايرز دول تمام. لو اقل من كده لا، يعني نصيحة ان هو يبقى بلاش، لازم نستنى. لو انت واحد ما عندوش اكسبيرينس في التريدنج ومش هتعرف تكون بتاخد قرار مدروس لوحدك، فيبقى لا، استنى ان يبقى ال6 لايرز او على الاقل 4 من 6 بيقولوا لك تمام. لو عايز تستخدم الانديكيتور ده بشكل كويس، اول حاجة ابحث عن الانديكيتور وادخل عليه. وانس ان انت دخلت عليه اعمل له يوز اون تشارت، دخله على الشارت اوكي، واختار الستايل بتاعك. هل انت عايز تبقى سوينج تريدر، سكالبر، داي تريدر، بوزيشن تريدر؟ حدد ده، هتلاقي ده في السيتنجز اللي هي العلامة بتاعة السيتنجز اللي في المؤشر. واقرا النتيجة، شوف السكور اللي موجود في الجدول اللي موجود على الجنب. وبعد ما تعمل ده شوف لو احنا عندنا زي ما قلنا على الاقل 4 من 6 تمام، اقل من كده يبقى لا، يبقى دي مش فرصة. وخلينا حاطين في دماغنا دايما ما دام مش فرصة مش لازم خلاص يا جماعة. يعني انا دايما بقول في السيشنز بتاعتي مع الناس في جروس اكس، لهم يا جماعة خلاص حاجة توكسيك، يا جماعة حاجة توكسيك ليه عندنا اوبشن اللي هو اي كان فيكس هيم، اي كان فيكس هير، مفيش الكلام ده اوكي. حاجة توكسيك ايه يعني؟ خلاص شقلب وقلب وخلاص اوكي. فصفقة مش مضمونة، خلاص شقلب وقلب، دور على حاجة تانية اوكي. السوق مليان فرص اوكي. رابع حاجة وهي الالورتس بقى. في الاوبشن بتاع الالورت في المؤشر ده برضو، دي حاجة عظيمة تقدر تكون بتعملها علشان مش محتاج ان انت تكون قاعد على الشارت 24 ساعة. اخيرا وليس اخرا هي الجزء اللي خاص بالسيستم او بالنظام. انا بشوف دايما ان اهم حاجة في الحياة هي السيستم. اساس نجاح اي بزنس في الدنيا، اساس نجاح التريدنج، اساس نجاح اي انسان في الحياه، اعتقد ان هو السيستم والروتين والالتزام. فلازم تكون بتلتزم. كل ما دربت نفسك على ان انت تكون بتلتزم اكتر، كل ما هتبقى ناجح اكتر، كل ما هتوصل لنتائج احسن. فاعتقد دي ان اهم نتيجه او اهم حاجه لازم تكون بتدور عليها. طول ما انت الفوكس بتاعك على ان انت تكون ملتزم، كل ما انت باذن الله نتائجك هتبقى احسن. عشان كده ده حتى اللي احنا بنعمله في السيستم بتاع الجي جي اي. انا بقول للناس دايما انت عادي، انت ممكن مثلا في يوم تلتزم، في يوم لا، في يوم تلتزم، في يوم لا، لكن احنا بنقعد مع بعض 90 يوم. اهم حاجه بالنسبه لي ان انت ما تحرقش طاقتك كلها في البدايه وتقع بعد كده بنسبه 100%. لا، نفضل ماشيين بشكل كونسيستنسي، خطوات صغيره مستمره والتزام بحاجات صغيره مستمره. اعتقد ده اهم من اي حاجه في الدنيا. اعتقد اللي بيفرق اي انسان عن انسان تاني هي السيستم، الاستمراريه، الانضباط النفسي. واشوفكم على خير في فيديو جديد باذن الله.